آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بحال ديما في احسن الاحوال وانتم كتابعوا معايا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نشارك معكم فيديو هدايا ملي خرجت نتقضى. المهم فين ما مشيت غادي نصور لكم اكيد وغادي نشارك معكم هدايا الحويجات اولا المشتريات اللي غادي نشري ان شاء الله. هنا البنات هذا هو المحل اللي كنتقضى عليه بالاكثريه، كنتقضى من جهات من جوايه اخرين، ولكن هذا دائما عندي ما نجي عنده. كنا باش انه كندي عليه الصراحه. عنده عنده الكتان مختلف يعني. المهم كنت بغيت هنايا نصور لكم الطريق، ولكن كانوا شي ناس جايين في وجهي ما قدرتش. غادي نوريكم البنات المحل فين جا بالضبط. بالنسبه للبنات اللي كتسقسوني فين جا انا اليوم غادي نوريكم. قلت لكم في الشارع ديال ولاد ميمون من الجهه الفوقيه، يعني في الوسط ما بين ديك القيصريات، حيت كاينه واحد القيصريه على يدك اليمنى والقيصريه على يدك اليسرى. هو هذا المحل هذا جاء تحت منهم. دابا غادي نعلي لكم ان شاء الله ونوريكم الطريق ديالو بالضبط. المهم كيف ما كتشوفوا بياسات اللي الصراحه فنين. هادو اللي كانوا في يدي هاد الجهه ديال 50 درهم. باقي معلق فيها بياسات حتى اللي يليقوا هيدا نص صيف. كاينين الناس كيبغيو هيدا يخيطوا دابا الحويجات نص صيف وهاد المبغى هذه اللي صراحه فنه. شوفوا البنات، شوفوا القيصريات، هما هادوك القيصريه، وهما كاينين جوج محلات. كاين هذا كان هاد النهار مشدود، وهذا اللي كيكون حداه. بجوج بهم كيديروا هاد الثواب هيدايا في العلاقات ويعلقوهم، وكتبين عليهم هنايا 70 درهم. وكاين جهه الاخرى 80 كل واحد. والمهم هذه هي السميه ديال الحانوت اللي كنتقضى عليه انايا. شوفوا البنات، ها هو. المهم الداخل، حتى الداخل كيكون عنده اثمنه مناسبه. جاب هنايا الجديد البنات في هذا التويب هذا ديال الصوفه. هنا حاولت ايضا نسرع الفيديو، حيت ملي خليت الفيديو على الخطر ديالو راه جا فشي 20 دقيقه ولا 27 دقيقه، وقلت لا يجيكم طويل. شوفوا البنات، عجبني بزاف هذا. وحتى هدايا الصوفه ديالو حتى هي طيبه. هادو كان عنده نوبه اخرى. المهم هنايا هادو بحال اللي انا مخيطاها راسي. فيه الالوان حتى هي. وعندك هذا كان عجبني النوبه اخرى باقي عنده. مهم كاينين توابات اللي عجب مجدادين، وكاينين اللي كانوا باقين عندهم باقي زعما منهم. وصافي هذا هو المحل من داخل. حتى هنايا البنات ما يخلعكمش الثمن، راه كاينين الثمن ديال 120 درهم 90 درهم 70 درهم 80 درهم. هادو هما الاثمنه. وكاينه عاود بياسه اللي كتكون من 200 درهم الفوق. وحتى القفاطن راه عنده تويبات ديال القفاطن اللي بغى هيدا القفاطن والجلابه والقميص ديالها عنده. يعني عنده كل شيء ما شاء الله، اللي استغيتوا عليها كلها عنده. وهنايا هاد التوابات ديال العبايه اولا التوابات ديال اللباسات ديال الصيف وهذا، وتقدروا تخدموهم حتى العبايات حتى هما كيجيو مزيونين. عنده في الالوان ما شاء الله، اللون اللي قالك عقلك موجود. سبحان الله شحال كيعجبني هاد القنيته البنات، فيها هاد المزيج ديال الالوان كيدوخني. معنا كيعجبوني التوابات، ملي كنشوف هاد الالوان صافي كيسطيوني. ايوا صافي نتمنى تكونوا عرفتوا المحل. وهنايا دوزت غير حداه، ماشي بعيد بزاف، غير في الجهه ديال المعرض ديال ولاد ميمون. معروف هاد المعرض هدايا او المحل ديال 5 دراهم. ما يمكنش نخرج وما نمشيش ليلو البليه البنات البليه. مهم كيف ما كتشوفوا هنايا الحصالات البنات. من دغا بديتو شي تحديات ديال العام الجديد ولا مازال؟ ان شاء الله نبداوهم مع بعضياتنا، حتى انا باقا ما بديتش. وصافي. وهنا الصغيبتات كيف ما كتشوفوا، الصغابط ديال اليد اولا الصغابط ديال الكوزينه. الصراحه هادو احسن حاجه الا تاخذوها البنات. انا نفضل ناخذ هادو
احسن من هادوك اللي صورت لكم دابا. عاد هادو فنين البنات كيسفوا الماء بمعنى الكلمه. صافي لقيت هنايا جاب هاد الغشاوات ديال المخد. المهم دايرين غير 5 دراهم، الثوب رهيف يعني. كل واحد كيشري اللي يقلو فيهم الالوان. وريتهم لكم وصافي. هيدا نشارك معاكم شنو كاين. وهادو ديال الثلاجه الصراحه البنات فنين. كينقيو الثلاجه، كيكونوا عنده فيهم الالوان. وهنايا بالنسبه لهاد الشي ديال الزاج فهو جاب هادو ديال فلون ولا تحليه اللي قدرتوا تعدلوا فيهم زوينين الصراحه. شوفوا البنات هاد الكاس والطبيصل ديالو حتى هو بجوج، يعني ماشي واحد ب5 دراهم، لا بجوج بيهم كيبيعوهم ب6 دراهم البنات. 6 دراهم وتقدري ديري باكيه الا بغيتي. غير هو ما عندوش اليد البنات، جا كاس مدور وصافي. وهاد الكيسان ديال القهوه جاب منهم الصراحه مزيونين. هادو عجبوني البنات فيهم زعما اللي بغى يدي لون واحد يعني كافي انك تدي بلون كاسي ولا تدي هاد الكراميل ولا تدي داك القهوي. تقدري يعني فيهم ما زعما تشري كل شيء ماشي دي لون في اللون. وهاد الطويجنات البنات كانوا محمقيني الصراحه. شحال وانا ننهد نشريهم وما كتبش، كنت كنشوفهم غير في مارجان الاكثريه. ايوا اليوم جابوهم قلت صافي مي جابوهم ب5 دراهم ما نزقلمش. وصافي غادي ندي منهم ان شاء الله. وهنايا شوفوا البنات هاد الكويسات هادو حتى هما طيحوا لهم في الثمن. هانت كتشوفوها دايرين لهم 5 دراهم، عفوا 6 دراهم، حيت الزاج رجع عنده ب6 دراهم، ما بقاش كيبيعوا ب5 دراهم. يعني حوايج اخرين كيبيع ب5 دراهم، ولكن هادشي ديال الزاج ولا هادشي ديال حتى حتى داك الطويجنات ولفت تنقول 5 دراهم البنات. حتى هادو راه ما بقاوش، يعني كلشي ب6 دراهم هنا. هادشي ديال مثلا داك الطويجنات ولا هاد الكيسان ولا داك الطويصات ديال التحليه كلشي رجع، ولا الطبيصلات هادشي كامل رجع عنده ب6 دراهم. الا هادشي اللي في الشبيكات اللي عنده، هادشي اللي محطوط هيدايا هادوك ب5 دراهم. وشوفوا البنات هذا على شكل رخامه مزيونه هيدايا. شفت راسي بحال اللي بنت فيها. تلفت في الهضره. قلت لكم هيدايا اللي بغيتو تعوضوا بها شي مطعم في الكوزينه عندكم، راها مزيونه، راها فيها كبيره، طرف كبير وفي نفس الوقت غليظ ومزلج كما شفتوا. تقدروا هيدا تزوقوا بها في الكوزينه ديالكم. وهذا المنظم هذا شوفوا البنات هادو مزيونين. هاد الشبيكات هادو كيعجبوني. هيدا يتحطوا على هيدا تعمل فيهم ستيلوات العيال، تعمل فيهم شي حاجه مزيونين بزاف. وهنايا ما يمكنش نجي هيدايا وتكون معايا بنتي وما نوقفوش حدا هادشي كيعجبها حتى هي وكتدي حقها دائما منه. ايوا صافي هنايا غادي نكمل معاكم الجوله. شوفوا البنات هادو اللي كينزلوا عليهم الكيسان اولا الطيسان هيدا حتى هما مزيونين. دايرين 3 بهم 3 ب5 دراهم. ايوا صافي هانتوما عارفين شنو كيتباع هنايا. كنبغي غير هيدا نشارك معكم مره ونشوف انا بيدي شنو كاين وشنو الجديد اللي جاب. بعض المرات كيجيب شي حوايج صراحه ما كيكونوش كاينين، يعني كيجيبهم ما كيعاودش يجيبهم مره اخرى. ايوا صافي هذا مكان. هاد الجهه البنات عنده فيها داكشي ديال التنظيف وداك المعطر وداكشي ديال الحتفات، ومهم الشيتات الخلايل ديال النشير، كل شيء ما شاء الله كل شيء موجود في هذا المحل. اللي قالكم عقلكم غتصيبوه عنده. صافي هادو كاملين ب5 دراهم. هادشي الجهه هادي كامله البنات ب5 دراهم عنده هنايا. شكون البنات فيكم جرب هديه اللي كتزول الخش من من الكباب ديال الكشمير وداكشي؟ انا ما عمري جربتها الصراحه. اللي مجربها البنات وقالت لي مزيونه تقولها لي باش المره اللي ما جا ناخذ شي وحيده. وشوفوا هاد المحبقات الشكل ديالهم مزيون. البنات ما يبانوش غير كيبانوا كبيرين ماما ستيت ايوا صافي هنا من بعد ما رجعت للدار قبل ما نرتاح قلت ضروري نصور لكم، حيت شحال من مراتي كنجيب شي حاجه وكنبغي نشاركها معكم وكنعجز ملي صافي نحط وهذا صافي نعجز اني نرجع نصور. صافي خديت هاد الطويجنات خديتهم البنات شوفوا مزيونين. كاينين بنات عندهم غادي يقولوا لي واش عمليين البنات هيدا نقدر نطيب فيهم اي حاجه في الفران ولا نخليهم غير التقديم وصافي، حيت كنخاف يكونوا غير شويه وصافي نحشيهم في الفران ويطرطقوا ما نعرف. المهم اللي مجرباهم البنات تقول لي عليهم.
اما انا زعما عجبوني هيدايا، دعم لي فيهم حتى كغاتان، دعم لي فيهم كاغان في الفران، المهم نقدر نطيب فيهم اي حاجه اذا كانوا زعما كانوا يستحملوا العافيه. وصافي وشريت هذه اللي كنحتاجوها طبعا الطابله دائما، واخا كنجيبوها عاود كتضيع دغيا كتحرق بالطاجين، وخاصه الطاجين ملي كيكون حامي. وهاد هذه البنات ما عرفتش هما حاطينها يمكن على حساب كلينكس، ولكن انا ملي صيبتها ديال اللوح قلت علاش ما ناخذش منهم ونعاود لهم كمنظمات هيدايا نقدر ننزل فيهم الطباصل، يعني نحطهم هيدا حتى بعضياتهم ونبقى نستف فيهم الطباصل، ولا حتى الا بانت لي نلصقهم من هنا من الجنيبات، لان الصراحه هما عاملين وثقيلين وديال اللوح ماشي زعما يتقرطوا دغيا، ولكن قلت زعما نلصقهم ببعضياتهم باش هيدا ننزلهم مثلا تقدروا تعملوهم في البلاكار تحت البلاكار وتستفوا فيهم الطبيصلات ديالكم وصافي. وهذا الشيء ديال الافنان خداتو، وهنايا هاد المعلقات هادو المهم خديتهم حيت الصراحه دائما المعلقات اللي كيديوهم من المدرسه مره يرجعوهم ومره ما يرجعوهم حيت دغيا كينتلفوا. وهنا بالنسبه للثوب البنات فانا شريت هذا الثوب هدايا، شوفوا الثوب ديال شانيل البنات، واخا هو ماشي مصوف كما الثوب ديال شانيل ولكن الزواقه ديال شانيل كما كتشوفوا. قلت هادو غادي نخيط بهم ان شاء الله شي بياسات هيدا العوابل صغارين، نتمنى هيدا يعجبكم ان شاء الله يا ربي، ونشارك معكم الموديلات كيفاش غادي يطلعوا. اللون ما عرفتش واش باين عندكم ولا لا، ماشي قرونه البنات، اللون راه جاي عفوا بحال غوز بحال وحلوين في شي شكل مزيون البنات. هانتوما ما عرفتش نتوما واش باين لكم ولا باين لكم بحال قرونه يجاب لي الله في التصوير. ايوا هذا ما كان وصافي. وهنايا تسالى الفيديو ديالنا ديال النهار هذا، نتمنى البنات يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله يا ربي، ودمتم في رعايه الله وحفظه.